الرحمن الرحيم. شرف كبير أن تم اللقاء مع الأستاذ الأخ الكبير شكر الله، وكان لقاءنا خويا كريما، وكان الحديث عن قضايا الأمة الإسلامية وقضايا العراق والإقليم وما يحتاج إليه من التعاون ومن الأخوة ومن دعم الجمهورية الإسلامية لقضايانا الإسلامية والقضايا الوطنية الموجودة في الساحة. وكان لقاء موفقا واستمر بتوصيات أخوية في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحیم. افتخار بزرگی می‌کنیم ما که دیداری با برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر لطفی. والذي يعانيه الإنسان المسلم في هذا العصر وخاصة الأمة الإسلامية عموما، نعاني من التفرقة ومن التزيئة ومن التعصب ومما الأمراض القديمة التي هي جزء من التاريخ وجزء من التراث الماضي وقد استنسخت وتجددت في عصرنا، وهذا من الخطر الكبير. وندعو إلى نبذ هذه الحالة والنظر إليها كحالة مرضية، وعلينا جميعا أن نعالجها ونعود إلى الإسلام الحقيقي، إلى الكتاب والسنة، وهذا الذي يجمعنا جميعا وكلنا في خدمة الإسلام. علينا أن نعيش في عصرنا ولا نعيش في التاريخ. ما باید در زمان خودمان زندگی کنیم، نه اینکه در تاریخ زندگی کنیم. ويجب أن نرى ونقدر ونقيم الأوضاع في عصرنا ونحدد أعداءنا وأصدقائنا وفق معايير جديدة ووفق معايير إسلامية صحيحة. وهذا يحتم علينا نحن في الحركات الإسلامية، ونحن كحركة إسلامية اتحاد إسلامي الكردستاني، وعلى الجمهورية الإسلامية كقوة سياسية حاكمة ودولة كبيرة، يحتم علينا أن نتجاوز هذا التاريخ ونكون في عصرنا ونواجه تحدياتنا وأعدائنا بعقلية منفتحة وبطريقة معاصرة. ونحن كالشعب الكردي شعب مسلم، وهو يستحق كل تقدير ويستحق كل الحقوق التي يتمتع بها الشعوب الأخرى، ولكن بتفاهم واتحاد وتوافق الأطراف الأخرى والشعوب الأخرى والدول المحيطة والمعايير والشروط والموازين الدولية المتفقة. برادران بسیار صمیمی و معتقد به اسلام و اتحاد مسلمی هستند و همواره در صحنه عراق در مبارزات ضد طاغوت شرکت کردند و اکنون هم قویاً از وحدت امت اسلامی و همچنین یکپارچگی عراق حمایت می‌کنند. و در عراق در کمال اخوت تاریخ پر افتخار عراق رو رقم زدن. اگر امروز ما گاهی گفتیم که عراق باید به سه قسمت تقسیم بشه، این قسمت کردی، قسمت مخصوص افغانستان و تروریست‌های داعش و غیر داعش پیروز بشن، انشاءالله به زودی شاهد آزادی موسیقی خواهیم بود. و خدمت ایشون عرض کردم که هر چه زودتر دولت عراق، مردم عراق بتوانند بر تروریست‌ها بر حامل داخلی عراق بردارند و بگذارند این کشور قدرتمند و با تمدن عمیق